أبو الياس. أبو الياس عندي استشارة. أنا أبو الياس إذا تخيلت مثلا شيء، إذا تخيل الشيء قبل ما يصير ويصير على طول. طيب تخيل اني بصبح ملياردير، يلا. لا يعني قصدي، لا قصدي كيف يا أبو الياس؟ يعني مثلا تخيل مثلا شوي مثلا راح يصير حادث، أو شوي مثلا هذاك بيصير له شيء. الله يرحم ابوك، يعني انت في الشين الزين، لا حول على والله الزين. تخيل ان والله فلانه تعرس، تخيل ان لا فلان يتخرج، فلان تجي وظيفه، ابو الياس يصير ملياردير. تخيل كذا من اخوك، ما قسم تتخيل والله بالله. فلان لا لا بيموت لا لا على لا صل على حادث. يا رجل الخيال صل على النبي، الصح. صل على النبي يا أبو الياس. قسم بالله يا أبو الياس والله العظيم إني مرات أنا كذا، أنا جالس ما في شيء عادي، تخيل أقول شوي راح يصير له حادث، على طول يصير حادث على طول. يعني في شيء ينبهني. فهذه وش أبو الياس؟ هذا شوف، احيانا في لا فراسه وفي وقياس، ولا اقطع حدس. كلامك، سامحني ولا اقطع كلامك. قبل مثلا تخيلت مثلا ان في واحد من قرايبي بيصير له حادث مثلا، مو بعيد عني وانا ما ادري عنه، وصار له على طول. وصار تخيل بس، والله صار له. كلامك صحيح. هذه ترد في القلب بعض الاشياء، اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيك. لكن يعني اذا جاك شيء يصرفه، واسال الله عز وجل ان يحفظك بحفظه ويبارك فيك. احيانا طبعا هي تختلف هذه الاشياء. احيانا الجن يخبر بالحال، معايا بس يخبر بالضبط يا ابو بالحال، الياس. يعني بمعنى ان ابو الياس شغل بث الان، وانت من متابعين ومحبين ابو الياس، جاك في صدرك ترى ابو الياس شغل البث، دخلت لقيت ابو الياس شغل البث. نفس هذا الكلام والله. احيانا اللي يخبر بالحال بين امرين، اما يكون من الحدس واللي هو الفراسه والى اخره، او يكون من الجن. احيانا يكون من الجن يخبر بالواقع، يعني الان بالواقع يتابع ابو الياس، مع ابو الياس، شاف ابو الياس شغل البث، اخبرك. هذه عاديه، هذه تجي إيه في لكن ناس كثير، اشياء غيبيه لا، اشياء في ناس غيبيه لا. كثير في ناس كثير ولا اقطع كلامك ابو الياس، يقول فيها جن ما جن، لانه وش ابو الياس؟ فراسي مره بالضبط تصير نفس بالضبط، يعني نفس الكلام اللي اقوله يصير بالضبط بالضبط بالحرف الواحد. بشرط انه فانا يكون مثلا، هذا شرط واحد، انه يكون الان جاك الخبر انه مثلا انه صار حادث، واتصلت قالوا نعم الان دوبه صار عليه حادث، يعني صار الحادث. اما اذا كان غيبي فلا. لا يا انا سلام، الله يعطيك العافيه ابو الياس. يا رب. الله يرضى عليك. أنا عندي استشارة يا شيخ. أنا متزوجة لي تقريبا 15 سنة، متزوجة وعندي 6 أطفال الحمد لله. زوجي ولد عمي تقريبا من 8 سنوات صار عنده التعاطي بشكل مفرط، يعني بشكل لا يطاق. انسجن أكثر من 4-5 مرات، وأبدا ما يصرف على البيت. يشك، يضرب، يحبسني أنا وعيالي، لدرجة إنه ياخذ عيالي في الخلاء، يقعد باليوم باليومين يهددني، يقول لي مين اللي كانوا معك بالبيت، مين اللي دخلوا عندك، وكل شوية نوم بالمستشفى، وكله أصبر عشان العيال، عشان ما يعيشون الانفصال اللي أنا عشته مع أبوي وأمي وأنا صغيرة. وحاولت أصبر يا شيخ وتحملت، بس الموضوع كل ما جاله يزيد عن حده. حاليا أنا حاولت أطلب الطلاق كم مرة، فسخ نكاح للضرر، بس الملزمة تحكمني، تلزمني إن أنا أجيب عقد النكاح أو رقمه أو اسم المأذون، وأنا هذه الأشياء ما أقدر أحصل عليها. حاولت كم مرة إن أنا أشوف حل، أول أصبر، شيء أتحمل، أشوف شوفي ما قدرت. انا ودي، انا اللي انصحك فيه، اخوك، في احد من اسرك دخل في الموضوع؟ كل أهلي وأهله دخلوا، والعنف الأسري 20 مرة، المراكز الشرطة، يعني ياما ويوصل النيابة وأسجنه، وأرجع أتنازل عشان العيال، للأمانة يعني عشان العيال، وأرجع أنا أندم. لكن الرجل المشكلة إن أنا يعتدي أستخير يا عليك، شيخ، والله أستخير. يضربك ويعتدي عليك. يضربني، يعتدي، يقذفني، يحبسني أنا وعيالي، يعني وصل لأنه أنا اللي عندي المادة ما أقدر إن توجهي أنقل ولا المحكمة، أطلع، والضمان 2400 ما أقدر إن أستأجر. توجهي الى المحكمة، توجهي الى توجهت يا المحكمة. شيخ كم مرة، ألزموني إني أجيب عقد النكاح، ما قدرت أجيبه. لا، يجيب لك المحامي كل شيء، المحامي يرفع ضرر عليه ويرفع حتى لجنة الصلح يلزمونه، ما عليك. توجه المحكمة. طيب أقدر أستشيرك في حلمي يا شيخ الله يرضى عليك؟ لا. طيب جزاك الله خير، الله يرضى عليك، شكرا. يا جماعة ما في شيء اسمه أنا زوجي بيخفي علي أوراق، أبدا، مستحيل. إحنا في دولة عزيزة يا جماعة، دولة تأخذ حقك، تتلك الدولة مع إذنك وتجيب الأوراق غصبا عنك. ما في شيء اسمه أنا ماخذكم سيطر عليك وأمر وأنهى عليك، لا أبدا أبد، بل حتى أن القاضي يفسخ بدون. أنا بدأت أحفظ في القرآن الكريم، أصلا كنت معلمة، وأنا في جنوب المملكة، أنا سودانية، أنا في حوجة إلى العمل، بس يعني بدأت أحفظ القرآن الكريم
وما حبيت أقطع حفظ القرآن الكريم عشان أشتغل يعني. في نفس الوقت أنا محتاجة إني أصرف على نفسي وعلى عيالي يعني، ما لأنه وضع يمنعك أبوهم المادي. ما يمنع انك تشتغلين وتحفظين وتراجعين، ما يمنعك. بس ما أقدر أنا يعني، صحتي لا ما لا تسمح تقدرين. لي إني أشتغل، نعم. لأنه القرآن يعني الواحد لازم شبه يتفرغ لحفظ القرآن، لا لا مو لأنه يتفرغ إذا ليش؟ طيب انا بعطيك طريقه تحفظين فيها. كم عندك في الوقت باليوم؟ تسمع كم؟ اعطيني وقت فراغك كم؟ 10 دقائق، ربع ساعه، كم؟ والله ممكن يكون ساعة أو أقل من ساعة، لأنه أولادي طيب ممتحنين انا وطول ابغى الوقت. في اليوم، طيب اسمعيني، ابغى في اليوم ربع ساعه فقط، طيب وابغاك تحفظين كل يوم في الربع ساعه فقط. الربع ساعه دي اذا انتهى حفظك. اذا عندك العمل باليد وليس باللسان، راجعي وانت تعملين. بمعنى الربع ساعه تراجعينها يومك كله، اي ما ينتهي يومك الا مراجعتك في الربع ساعه، اصبحت مده 2 إلى 3 ساعات مراجعه حفظ الجديد، أيوه. والساعه الاخيره مراجعه حفظ القديم. انا اجزم انك حتصبحين اكبر متقنه. طيب يا بس شيخ، بشرط هذا كرري فوق 100. ما يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى في المعنى الحديث القدسي: يا ابن آدم أنا تكفلت برزقك، أنت تفرغ لعبادتي. لا 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 لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. الاسباب يعمل بها الانسان ابدا. هذا في امور يتبعونها بعض الفرق موجوده في السودان. نعم، هذه لا ننصح بها، لا ننصح بها. احنا نعمل ونسال الله تبارك وتعالى الرزق ونتخذ بالاسباب في حفظ الرحمن. يا اختي أنا كلمتك من قبل وقلت لك على الناس اللي في يعني استشرت في واحدة في الدوام مع زوجي، وإنه كانوا يتصلوا علي وإنه يقولوا لي إنه في علاقة مع زوجي. ما زالت المشكلة طبعا إنه في اتصالات، في ناس، في يا اختي زوجك يعمل في مكان مختلط. أيوة. يعني هل اللي يتصلون عليه عمل؟ هو المشكلة هم ما يتصلوا عليه، هم يتصلوا علي أنا. شو يبغون منك؟ إنه شوفي وفي علاقة وفي كذا. وش عرفهم فيك؟ أنا هو هذا اللي أنا ما أعرفه، يعني هو الفكرة طيب إنه هذه تبغين هذه، تبغين الكلام هذا؟ ايش تبغى؟ هذه بتخرب بيتك وتاخذ زوجك. خليك بس صحيح. أبو الياس، أنا نفسيا خلاص، أنا نفسيا تعبت شو واضح عندي الكلام. 3 شهور. يسمعين انا خابر موضوعك جيتينا، بس اسمعيني. شفتي اللي يرسل لك هذه بتخبب لك وتلف وتدور وتصير مشكله تسبب لك مشكله مع زوجك. اعطيها حظر وريح راسك بس. فهمت؟ أيوة، وصار الموضوع له، يعني صار الموضوع الآن له 3 شهور، والآن كمان صاروا هم يروحوا له هو ويقولوا له إنه مرتك جات، مرتك عملت، مرتك سوت، وأنا فعليا ما سويت شيء. هو صار يشوف إنه كمان صار افتراء علي أنا، فصارت حياتنا كلها محورها هذا الموضوع. صار نكد في نكد، صرنا حياتنا كلها مشاكل، صارت نكد في نكد. أنا نفسيا تعبت، صرت أقول له يعني خلاص تعبنا، يعني أنا صرت أقول له خلاص أنا ما أعرف، أنت مو قادر تحط حد، وأنا مو قادر أتحمل هذه المواضيع، ولا يبغى يغير دوامه، وما أعرف إيش أسوي. شيء خلاص أنا نفسيا تعبت فعلا. كيف غير دوامه؟ يعني يترك العمل يروح العمل آخر يعني قصدك؟ أيوه. وين يروح؟ يعني ما أعرف، هو ما أدري يقدر يقدم وظائف تانية ولا إيش، لأنه خلاص أعصابي تعبت. طيب لو ترك الوظيفة وجلس في البيت، لا مصروف ولا ديون؟ لا إن شاء الله، لا إن شاء الله، لا طبعا. خليك معي، خلينا نطرح طرح جميل جدا لهذه المشكلة. أول شيء، إيش عرف زملائه برقمك؟ أنا أقول لك يا شيخ، أنت قلت لي لا تتوسعي، بس في بداية المواضيع كان في طرف، يعني كان في طرف إنه يعني واضح أرسلوا لي مجرمين عشان أذكر الموضوع. طيب اسمعين، أنا أنصحك فيه. إن أي إنسان يتصل عليك تبلكين وتتفقين أنت وزوجك إن عملك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك. إذا دخلت عندي البيت ريحنا من اتصالات النساء، لا أحد يتصل عليك ولا تتصل ما بيصير، حرام، ما بيصير.
يعني ما يتصل على أحد ولا يتواصل؟ لا لا حرام. لكن هو في الدوام أنا بيتصلوا علي إنه ترى شوفي بيصير وكذا. أرقام يا شيخ، أرقام يا شيخ. خلاص ياخذ الأرقام هذه ويروح ويرفع فيها. إحنا في دولة. مو هي أيوة، أنا جربت ترى، كلمت محامي وجربت، بس ما في عندي دليل. يعني الأرقام هذه ما تدل على حاجة. يعني أنت متخيل يا شيخ؟ ما تدل المكالمات. خلي كل الاتصالات اللي تجيك طالعة وخارجة تتسجل، واحفظيها وارفعي فيها بس بحفظ الرحمن. سهل الموضوع ده، أسهل منه. أي شخص يعتدي عليك وتحسين إنه يؤذيك، إما بلكه وتريح راسك منه، ولا إذا أشغلك، نعم الحمد لله إحنا في دولة كل مكالماته مسجلة مع الرقم، والله يجيبونه معك. أقدر أيوة أقدر المكالمة مسجلة. هي في النيابة العامة كل شيء يجيبونه، جرونه دي ما ينجر. يحس بحساب إن إحنا في دولة اسمها السعودية. فاهمة كيف؟ الله يحفظك، في حفظ الرحمن. شكرا يا شيخ. يا